أبواب القاهرة الفاطمية ليها قيمة تاريخية كبيرة، كانت بتحمي عاصمة الخلافة الفاطمية واللي بعدها. للأسف ما بقاش موجود من الأبواب دي غير 3 بس، منهم باب زويلة واللي اتعرف عند الناس باسم بوابة المتولي. موجود الباب في نهاية شارع المعز لدين الله الفاطمي من الجهة الجنوبية قدام جامع الصالح طلائع. اشتهر الباب بأن اتعلق عليه رؤوس رسل هولاكو قائد التتار. تم إعدام السلطان طوماي باي عليه برضه لما فتح سليم الأول مصر وضمها للدولة العثمانية. من الحاجات الطريفة اللي بيقولوها الناس على باب زويل إن في اعتقاد عندهم إن روح المتولي تسكن الباب، وتعرف عنه إن بيظهر في صور كتير مختلفة، وهو من الأولياء اللي كان الناس بيطلبوا مساعدته. وهي دي كانت حكايتنا النهاردة عن قصة من القصص الطريفة عن باب زويل.